السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر افيدك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه سايبر غوتس في بي ان. التطبيق ده مساحته 21 ميجا، محمله اكتر من 10 مليون شخص. التطبيق ده من ضمن تطبيقات الفي بي ان. تطبيقات الفي بي ان دي اللي بيكون الغرض منها ان انت بتقدر تستمتع بسرعة انترنت عالية، العاب اونلاين، العاب بسرعة عالية بدون تهنيج، وتقدر ان انت تفتح كأنك فاتح من دولة تانية غير الدولة اللي انت فيها. وده بيخليك او بيساعدك بعد كده في ان انت تفتح اي تطبيقات محظورة في البلد اللي انت فيها او اي مواقع اخبارية واقتصادية وتثقيفية ورياضية. تقدر انت تفتحها من خلال المكان اللي انت فيه علشان انت بتستخدم في بي ان. كمان بيقدر يخليك تفتح التطبيقات اللي بتكون مخصصة لدولة معينة، زي تطبيقات خاصة بأمريكا، تطبيقات خاصة بأوروبا، تطبيقات خاصة بدول شرق آسيا. تقدر انت تفتحها وتستمتع بالمميزات بتاعتها. كمان بيقدر يخليك تدخل على أي شبكة انترنت، سواء الشبكة دي عامة أو خاصة، ومفيش حد يقدر يعرف الاي بي ادرس بتاعك ولا المسؤول عن الشبكة، لأن الفي بي ان ده زي ما قلنا بيخليك كأنك فاتح من دولة تانية غير الدولة اللي انت فيها. وده برضو بيخليك بعد كده ان هو محدش يقدر يعرف المكان بتاعك او الجي بي اس بتاعك، او يقدر يحدد موقعك فين بالظبط، لان هو زي ما قلنا برضو الفي بي ان بيخليك كأنك فاتح من مكان غير المكان اللي انت فيه. ده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق انه بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة ان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية مفهوش لغة عربية. بس مجمل التطبيق هو تطبيق مش كويس، لان التقييمات بتاعته او النجوم بتاعته واخد تقريبا نجمة و9 من 10 او نجمتين، وده طبعا تقييم قليل جدا. معنى كده ان التطبيق فيه مشاكل كتير قوي، او اسعار الاشتراكات فيه عالية جدا. ده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين تسيب لي في كومنت. لو اكتشفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبة لو اكتشفت ميزة او عيب، ده دايما تنويه بنوع عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو ونزل التطبيق واكتشف فيه حاجة مختلفة سواء ايجابية او سلبية يكتبها في التعليقات، واحنا دايما بنثبت التعليقات سواء الايجابية او السلبية. اما لو انت لقيت الفيديو موجود على القناة بقاله فترة طويلة وخايف ان انت تحمله علشان ما يكونش فيه حاجات ما تعجبكش سواء ايجابية او سلبية، فانت ممكن تكتب لي في تعليقات اي فيديو او تراسلني على الفيس او على ماسنجر على الاكونت باسمه راجع برامج، وتقول لي اشرح لي التطبيق ده مرة كمان، وانا انزل لك شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشترك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجة عن التطبيق. الكلام ده بنقوله ليه؟ بنقوله عشان في بعض الناس بتقول لنا في تعليقات فيديوهات موجودة على القناة بقالها فترة طويلة، يمكن سنة او اكتر من سنة، يقول لك بعد ما يحمل التطبيق يقول لك احنا لقينا في حاجات مختلفة عن اللي انت قلتها، سواء الحاجات دي ايجابية او سلبية. ليه ما قلتش الحاجات دي كلها؟ لان ببساطة وقت شرح التطبيق ونزول الفيديو ما كانتش الحاجات دي موجودة. لان انت لو شاهدت الفيديو بعد نزوله بيوم بيومين باسبوع بشهر وحملت التطبيق هتلاقي كل الحاجات الايجابية والسلبية اللي انا قايلها هي اللي موجودة في التطبيق بالظبط. بس كده، شكرا، سلام عليكم.